اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا وحبيبنا محمد عليه أفضل الصلاة والسلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم معايا، نتمنى إن شاء الله تلقاكم هذا الفيديو في أحسن الأحوال. اليوم إن شاء الله غنشارك معكم وصفة ديال تيراميسو كتجي لذيذة وبنينة، نتمنى إن شاء الله تجربوا الوصفة ونال استحسانكم وتعجبكم. إذا بسم الله على بركة الله. هنا خديت واحد السالادي، درت فيه 250 غرام ديال لا ماسكاربون، يعني اللي كتكون باردة. غنضيف عليها كريم ديسير من وزن 125 غرام أولا ياغورت بنكهة الكراميل. غنطرب هاد المكونات جيدا حتى ينسجموا لي مع بعض، وكتعقد الكريمه. كيف ما كتلاحظوا اخواتي، هنا الكريمه عقدت، غنخليها جانبا. كناخذ اناء اخر غنوضع فيه 20 سنتيلتر ديال القشطه الطريه اولا كريمه ديال الحلويات، من طبيعه الحال اللي غتكون بارده. وهنا عندي 3 معالق كبار ديال السكر كلاصي اولا السكر الثقيل. كنطربوا اخواتي الكريمه، يعني من طبيعه الحال كيف ما قلت لكم ضروري تكون الكريمه بارده مزيان. وغنبقى نضيف سكر كلاصي شويه بشويه، يعني ما كنضيفوش كميه كامله دقه واحده، ومع التطرب الدائم. ضفت كميه كامله ديال السكر الثقيل، وكنبقى نطرب حتى كتعقد لي الكريمه كيف ما كتلاحظوا معايا. وفي هذا الاثناء غنضيف كريمه ديال الماسكاربون. يعني كيف ما كتلاحظوا معايا غنبقى نحرك بلا سباتول حتى ينسجموا لي الكريمات بجوج. في هذا الاثناء غنحتفظ بالكريمه جانبا. هنا اخواتي عندي كميه ديال القهوه سريعه الذوبان، ضفت عليها شويه ديال الماء دافي، خلطهم مزيان. ومن طبيعه الحال عندنا لي بودوار. فكيف ما كتلاحظوا معايا انا غنوضع التيراميسو في الكويسات، يعني كنقطع لي بودوار الى نصفين. فغندوزو لي بودوار ديالنا في القهوه وغنوضعوهم في الكؤوس. كيف ما كتلاحظوا اخواتي بان لي بودوار اللي عندي يعني رطبين بزاف، داكشي علاش كندوزهم دغيا في القهوه، ما كنخليهمش بزاف. من بعد ما وضعنا لي بودوار ديالنا في الكويسات، فهاد الاثناء غنوجد الكريمه اللي كنوضعها في لابوش ادوي اولا جيب الحلواني. فبالنسبه لهاد الكريمه اخواتي كتجي بنينه ورائعه. وغنوضع الكريمه مباشره في الكؤوس، يعني فوق لي بودوار. يعني كنوضعوا كميه معقوله ديال الكريمه. في هاد الاثناء غنضيف طبقه اخرى ديال لي بودوار.
غنستمر اخواتي بنفس الطريقه، ومن بعد غنوضع الكريمه. كيف ما كتلاحظوا معايا، من بعد ما وضعت لي بودواغ ضفت الكريمه، ومن بعد زينت بهذا الشكل. يعني مشى لي المقطع فاش درت الكريمه فوق لي بودواغ. هنا كناخذ الكاكاو المر، يعني من 100% كاكاو. كنوضع واحد البابي سلفوريزي اولا ورق المطبخ من تحت الكويسات هكا، يعني كيبقى لنا المكان نظيف. وغنضيف كيف ما كتلاحظوا معايا الكاكاو يعني من الفوق. كيف ما كتلاحظوا معايا الشكل ديال الكويسات كيف كيجي رائع. فمن بعد اخواتي غنوضع هاد الكويسات هادو اولا هاد التيراميسو في الثلاجه حتى يبرد مزيان، على الاقل واحد 6 ساعات هكا. كنسجموا جميع المكونات اللي فيه، ومن بعد كنقدموه بالصحه والراحه. اذا هذا هو الشكل النهائي اخواتي ديال التيراميسو، مذاق رائع. نتمنى ان شاء الله تجربوه ويعجبكم. وإلا عجبتكم الوصفه اخواتي ما تبخلوش عليا باللايكات ديالكم، وكذلك الاشتراك في القناه. الى وصفه قادمه ان شاء الله، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.